وبيبتدي الجزء الثالث ورجاله فيدات رافعين المسدسات على طاهر وادريس، وبيكتشفوا رجاله فيدات مسدسات فاضيه، وطاهر بيرجع بتفكيره لورا، بيبان ان هو فتش العربيه بعد ما توقع ان هم مخبيين المسدسات جوه العربيه عشان يعدوا من الجمارك. وطاهر بياخد الراجل اللي تبع فيدات وبيحطه جوه شنطه العربيه. فيدات بيطلع من الحبس وبيلاقي مصطفى في انتظاره، ومصطفى بيقول له سمعت ان انت عايز تقتل اخويا طاهر. وفيدات بيرد عليه مين قالك على المفاجاه دي؟ مصطفى رد عليه قال له انا خطفت ايشن ومش هسلمك ايشن غير لما تديني ورقه مكتوب عليها اعتراف ان انت قتلت سالم. فرد عليه فيدات سالم مين؟ انا معرفش حد بالاسم ده. قال له سالم اخو نفس اللي انت قتلته قصاد عينيها واقنعتنا ان هو حبيبها. ففيدات بيرن على تليفون ايشن فبيكتشف ان تليفون ايشن مع مصطفى. فرد عليه فيدات وقال له طب وانا ايش ضمني ان انت ما ترجعش في كلامك وتروح تسلم الورقه للشرطه؟ ورد عليه مصطفى انا مش عايز اي حاجه غير سلامه اخويا، وانا مش هرجع في كلامي طول ما انت ماشي كويس معايا. وبيبان على فيدات ان هو مش هيستسلم بسهوله. وبنروح لنفس وطاهر وهو بيسلمها للشخص اللي هيهربها لروسيا، وبيديها تليفون وبيقول لها طمنيني عليكي اول ما توصل، وبيركبها المركب وبيسلمها للشخص اللي هيوصلها وبيودعها. بس الشخص ده بيكون خاين، وفيدات عرف يوصل له واداله فلوس وخلاه يسلمه نفس. ونفس اتفاجئت ان فيدات قصادها، واول ما شافها شدها من شعرها وضربها بالقلم وقال لها اياكي تهربي مني تاني ويلا بينا نقضي شهر العسل اللي بقالنا 8 سنين محرومين منه من غير ما اي حد يزعجنا. وفيدات بياخدها في بيت في منطقه مهجوره وبياخد منها غيط وبيديه لواحد من رجالته، بتقول له سيب ابني معايا وهي بتعيط، فبيقول لها ما ينفعش ابني يشوفني وانا بشوه في وش امه، انا خايف عليه. فيدات قلبه طيب برضه. وبنروح لطاهر وهو ميت من القلق على نفس وبيتصل بيها، فتحت التليفون من غير ما فيدات ياخد باله، وطاهر سمع فيدات وهو بيتكلم وعرف ان فيدات عرف يوصل لهم وما سافروش. وطول المكالمه سامع الضرب والاذى اللي بيعملوا فيها فيدات. وفيدات بيلبسها فستان ابيض علشان يكون كفنها وبيهددها بالقتل. ونفس عرفت توصل لطاهر مكانها فين، وايجو الشخص اللي وصلهم هو اللي سلمها لفيدات. وطاهر بيتحرك بسرعه لايجو وهو بيجري سامع المكالمه وسامع فيدات وهو بيقول لنفس الشهدي على روحي ورافع عليها المسدس وضرب نار والمكالمه فصلت. وانهار طاهر في اعتقاد منه ان فيدات قتل نفس. وبنروح لايشن ومصطفى في البيت اللي محبوسه فيه ايشن، والنور قطع وانهارت ايشن انهيار مش طبيعي، وبتفتكر شخص بيحاول الاعتداء عليها ومصطفى بيحاول يهدي فيها، وفي نفس الوقت بيكون مستغرب ليه الانهيار اللي مش طبيعي بسبب ان النور يقطع. وبنروح لطاهر بعد ما مسك ايجو وضربه علقه محترمه وعرف منه مكان فيدات فين، وبيوصل طاهر لمكان نفس وبيضرب كام واحد من رجاله فيدات، وبيبص من شباك صغير بمساعده ادريس وبيشوف نفس وبيفرح ان هي عايشه. وفي نفس الوقت نفس بتكون عرفت توصل للمسدس بتاع فيدات وبتهدد فيدات انه لو ما جابلهاش ابنها دلوقتي هتموت نفسها. وبيرجع بينا المسلسل وبنعرف ان فيدات لما كان بيحاول يقتل نفس ما قدرش ونهار ووقع منه المسدس عرفت تاخده منه. وطاهر بيخلص على بقيه رجاله فيدات وبيدخل على فيدات وبيضربه وبيخلص نفس وبيحاول يعرف منه مكان غيط، وفيدات ما بيرضاش وبيقول له اكرمني اني اموت ولا اني اقول لك على مكان ابني. وطاهر بيطلع يكمل ضرب واحد من رجاله فيدات بس برضه ما بيكونش عارف مكانه، بس قال له على اسم الشخص اللي غيط معاه. وطاهر بيفتكره وبيعرف ان الراجل ده هو واحد من رجاله ايشن، فبيدخل تاني على فيدات وبيضربه بالرصاص وبيصور وبيكون عاوز يوصل لايشن عشان يبعت لها الصور ويهددها فيدات ان هو ممكن يموت في اي وقت لو ما اتصلتش بالراجل اللي تبعها وتخليه يرجع بغيط. بس بيتفاجئ من نفس ان مصطفى خاطف ايشن وبيهدد فيدات بايشن انه لو ما اداهوش تسجيل اعتراف على جريمه قتله للحارس ان هو ممكن يقتل ايشن. وبيفرح طاهر وبيتصل بمصطفى ومصطفى بيخليه يكلم ايشن بعد ما بيشتم فيه شويه، وطاهر بيحكي لها اللي عمله فيدات ولو انت ما بعتيش غير دلوقتي ممكن فيدات يموت في اي وقت. وبتنهار ايشن لما بتشوف صور فيدات، ومصطفى بيقول لها دول رصاصتين انت مكبره الموضوع ليه، وايشن بتطلب من الراجل تبعها يبعت غيط دلوقتي حالا. وفي مشهد تاني ومصطفى بيتصل بطاهر وبيقول له تعالى على هنا انت ونفس علشان غيط جاي على عندي تستلمه من هنا. مشهد تاني بنروح لطاهر ونفس وهم مستنيين مصطفى يجيب غيط، وفي اللحظه دي نفس بتقول لطاهر لما يوصل غيط احنا هنمشي، فبيقول لها خايفه عليا لا يموتني فيدات زي ما قتل حبيبك السابق. فردت عليه وهي بتعيط وقالت له ده مش حبيبي ده اخويا. رد عليها طاهر باستغراب طب ليه كذبتي وقلتي ان هو حبيبك؟ قالت له انا ما كذبتش ايشن هي اللي قالت، في نفس الوقت خفت لا يقتلك فيدات زي ما قتل اخويا. وزعل منها طاهر وقال لها انا ما كنتش بدافع عنك عشان مستني منك مقابل او تكوني ليا، انا دافعت عنك علشان خاطر انت لجأتي لي. وكمل كلامه بنرفزه عليها وقال لها خلاص لما تاخدي جيت امشي من هنا. واثناء ما هو بيتكلم معاها بتيجي عربيه وبتنزل جثه الراجل اللي تبع ايشن، وبيجي تليفون لطاهر من فيدات رد على التليفون بس فيدات بيقول له ادي تليفون لنفس، ونفس بتسمع صوت غيط وبتنهار وبيكلم غيط وبيقول له ماما زي الشطوره هتيجي لحد عندي، وبيقول لها مش كده يا نفس تعالي بسرعه عشان نتكلم في امورنا العائليه. وبتنهار نفس وهتتجنن هتبقى عايزه تعرف هو عرف مكان غيط منين. وبيظهر فيدات وهو بيشاور لحد راكب العربيه وبيظهر ان هو مصطفى، ومصطفى بيبين ان هو بيتفرج على فيديو اعتراف من فيدات بجريمه قتل اخو نفس ومكان الجثه، وبيكون معاه تسجيل فيديو وورق مكتوب عليه الاعتراف.
ومصطفى بيمسك المسدس وبيضرب بالرصاص على دراعه وهو بيقول انا عملت كده عشان خاطرك يا طاهر. ومصطفى بيرجع بتفكيره لورا وبيظهر ان ايشن بعتت حد الفيدات عشان ينقذه وبيروح له هناك مصطفى وبيقول له انا مش عايز منك اكتر من تسجيل اعتراف، ولو انت مش هتديهولي علشان خاطر ايشن فممكن تديهولي مقابل ابنك علشان خاطر ابنك معايا. وفي نفس الوقت بيعرفوا مين الراجل اللي شغال تبع ايشن. وبيفوق مصطفى من تفكيره على تليفون من طاهر وهو بيساله ازاي فيدات وصل لغيد. فبيكذب عليه مصطفى وبيقول له طلعوا عليا رجاله فيدات وضربوني بالرصاص واخدوا غيد. وبيخاف عليه طاهر وبيقول له انا جاي لك. فبيقول له مصطفى لا ما تجيش، انا هتصل باخواتك، خلي بالك انت من نفس وانا هتصرف. ونروح لطاهر ونفس وهم رايحين يقابلوا فيدات، وفيدات شرط على نفس لو عايزه تشوف ابنها تقبل ان هم يتكتب كتب كتابهم. واتنرفز عليه طاهر وضربه وقال له هي عمرها ما هتتجوز غصب عنها. وبينزل طاهر هو ونفس بس وهم نازلين بيلفت نظره الكاميرات الموجوده في الفندق. وفي مشهد تاني طاهر بيكلم شخص في الشرطه، ده بيكون ابن عم طاهر، يطلب منه التسجيلات اللي في الكاميرات. وطاهر بياخد نفس في البيت عنده وكل الموجود بيرحب بنفس الا ثانيه قيمتها بطريقه مش كويسه وقالت لها اللي يخليكي تفضلي ماشيه مع واحد خاطب. حاولت تدافع عن نفسها بس ثانيه ما عطاهاش فرصه. اضطر طاهر ياخدها عند عمه عثمان. ونروح لغيد وهو محبوس مع راجل من رجال فداء، وغيد عرف ياخد منه التليفون من غير ما هو يحس واتصل بالنجده. بس اثناء ما كان بيتصل دخل عليه الراجل اللي كان حبسه واخد منه التليفون وطلب منه ما يعملش كده تاني عشان ما نقعش في مشاكل. وفي مشهد تاني بيتصل الشرطي بطاهر وبيقول له ان في طفل اتصل بالنجده وطلب استغاثه، والسكه اتقفلت فجاه وما كملش المكالمه واتقفلت بسرعه. وبيكمل كلامه وبيقول له انا شاكك ان ممكن يكون ده الطفل اللي انت بتدور عليه. وطاهر بيرد عليه وبيقول له احتمال كبير يكون هو غيث لان غيث طفل ذكي وممكن يكون هو اللي اتصل. وبيرد عليه الضابط وبيقول له انا جبت لك اقرب نقطه تم منها المكالمه. وطاهر هو واخواته والضابط بيشكلوا مجموعه وبيدوروا في كل حته قريبه من مكان البيت. وبعد تدوير كتير دخلوا بيت اللي كان محبوس فيه غيث، بس اكتشفوا ان هم لسه ماشيين من 10 دقايق وبيظهر ان في حد بلغهم ان طاهر جاي عليهم. وطاهر فقد الخيط اللي كان هيوصله بغيث. وطاهر راح قال لنفس على اللي حصل وانهارت نفس. عشان لحظه شافهم جميل وهم واقفين مع بعض وراح بلغ مرجانة ان هي تقلع دبلتها وان هم مش عايزين النسب ده خالص لان طاهر كذب علينا وبلغنا ان هو هيهرب الست دي لروسيا بس رجعها تاني وطالما بيحبها شاغل ليه دماغه ببنات الناس. وكمل كلامه بنرفزه وقال لمرجانة انت لازم تقلعي الدبله وانا هعرف انتقم منه على اللي عمله في بنتي. بس مرجانة زعلت وقعدت تعيط وتقول له انا مش هقلع الدبله انا لسه بحبه. بس جميل صمم على كلامه وبعت نظر بالهدايا والدبله. ونظر راحت وكلمت مصطفى خدوا حاجتكم احنا ما عندناش بنات للجواز. وثانيه ومصطفى حاولوا يهدوا نظر بس نظر ما ادتهمش فرصه وقالت لهم انتوا خطبتوا لطاهر غصب عنه عشان خاطر الشراكه. ومشيت نظر ومصطفى ركب وراها العربيه وقال لثانيه هروح الحق جميل قبل ما بيتنا يتخرب. وقعد يخبط كتير على جميل بس جميل مرضاش يفتح له. بنروح لمشهد تاني ومصطفى كان ناسي التليفون بتاعه واسيه فتشت التليفون بتاعه ولقت مكالمه ما بينه وما بين ايشن بعد ما كان متكلم معاها. واسيه بتبتدي تشك في مصطفى وبيظهر ان مصطفى هو اللي اتصل بايشن وبلغها على مكان غيث. وبيظهر طاهر وهو واخواته وهم رايحين الفندق ورايحين يعذبوا ايشن علشان تقول لهم على مكان غيث. وبعد ما عرفوا ان هم يدخلوا الاوضه بتاعه ايشن ابتدوا يعذبوا فيها ويطفوا عليها النور. ومن اول تطفيه نور اعترفت بكل حاجه. وفي مشهد تاني بنروح لريد وهو محبوس مع الراجل تبع فداء، واثناء دخوله الحمام ريد قفل عليه الباب وهرب وهو بيجري وهربان في الغابه وقع في حفره كبيره. وفي اللحظه دي وصل طاهر لمكان ريد في البيت اللي قالت له عليه ايشن ولقى الراجل تبع فداء محبوس في الحمام. وطاهر ونفس عرفوا ان ريد هرب وطلعوا يدوروا عليه وينادوا عليه في كل حته. واثناء ما هم بيدوروا وصل فداء وايشن وقامت خناقه كبيره ووصل مصطفى واخواته وساعدوا طاهر في ضرب فداد ورجالته. بس في اللحظه ديت وصل الضابط ورجال الشرطه وفضوا المشكله. وبعد ما الشرطه عرفت اللي حصل طلبوا من كل واحد يبحث في اتجاه على غيث. وبعد بحث كتير وصل لطلوع النهار طاهر شاف حفره كبيره واقع فيها غيث وكان فاقد الوعي تماما وانهارت نفس ونزلت الحفره مع طاهر. وفي اللحظه دي اسيه وجهت كلامها لمصطفى بلوم ينفع اللي حصل في الولد الصغير ده. وكملت كلامها وقالت له الولد الصغير هيقول لطاهر ان انت اللي سلمته لفداء ده غير ذنبه اللي في رقبتك. وبص لها مصطفى بحزن وقال لها والله ما كان قصدي غير اني احمي طاهر من فداء واخد اعتراف فداء مش اكتر وما كنتش اعرف ان الموضوع هيوصل لهنا. وبصت له اسيه وقالت له ادعي ربنا ان الموضوع يعدي على خير. وطاهر خرج غيث من الحفره هو ونفس بعد ما اطمنوا عليه وحمد ربنا ان هو عايش. وطاهر بيرجع بيهم على البيت. وفي مشهد تاني ثانيه بتكلم طاهر وبتقول له ان اهل خطيبتك فسخوا الخطوبه بسبب نفس وبيبان على وش طاهر ان هو فرح وبيروح لمرجانة علشان ما يكسرش قلبها وفي نفس الوقت يعرف ان هي سايباه بارادتها. ولما بيوصل عند مرجانة ويتكلم معاها وبيقول لها انا عرفت ان باباكي هو اللي قلعك الدبله وجاي يعتذر لها على فسخ الخطوبه بس بيلاقي كلامها ان هي مش عايزه تسيبه فبيضطر يرجع لها الدبله. بس مرجانة بتقول له هاخد راي بابا وهرد عليه. وطاهر وهو راجع لبيته فداد عامل كلام ما بينه وما بين اهله وان هو طالب مراته وابنه. بس طاهر بيدخل معاهم وبيكمل معاهم ضرب يقول له مالكش حد هنا خالص. وفداد بياخد باله ان اهل طاهر واهل المنطقه كلهم مع نفس. وبنروح لثانيه وثانيه مش عايزه تسيب نفس في حالها وبتسمعها كلام قاسي وبتقول لها ابعدي عنا من يوم ما جيتي عيالي كلهم هيضيعوا بسببك وبيتنا هيتخرب. وطاهر بيسمع كلامها هو واسيه وما بيستحملش الكلام على نفس وبيقرر ياخدها عند عمه عثمان
واسيا بتقول له استنى انا هروح معاك، وبتكون ساعتها لسه زعلانه. وبنروح لفيدات وايشن بعد ما حددوا ميعاد مع جميل، وفيدات بيتفق مع جميل على المشاركه وتوسيع التجاره ما بينهم. كمان فيدات بيتفق معاه ان هو ياخد المناقصه اللي تبع مصطفى، وفيدات بيكون عارف يطمع جميل، وبيكون هدف فيدات الاصلي هو تدمير عيله طاهر. وفي نفس الوقت جميل ما بيكونش عنده مانع، وبيظهر ان مرجانه كلمت باباها ان هي ترجع لطاهر، بس جميل بيكون رافض في اعتقاد منه ان طاهر دمر له سمعته في منطقته بسبب جري ورا نفس. وبيرجع جميل بتفكيره بيحط ايده في ايد فداء على تدمير عيله طاهر. وبنروح لاسيا في بيت عمو عثمان، وبتلاحظ خوف غي تساله هو انت ليه ما قلتش لمامتك على عمو مصطفى؟ فبيرد عليها وبيقول لها خفت على ماما لا تموت زي خاله، علشان سمعت بابا وهو بيقول لماما لما مات خاله انك لو ما كنتيش حكيتي له ما كانش مات، فانا خفت احكي لماما لعمو مصطفى يموتها. وبتتاثر اسيه وبتطلع لمصطفى بره وبتحكي له اللي حصل، وبتزعق له وبتقول له امشي من هنا الولا خايف منك. وبيحزن مصطفى وبيقول لها انا ما عملتش كده بس غير اني احافظ على عيلتي واخويا. وفي مشهد تاني مرجانه حاولت الانتحار واتصدمت تركان وجميل ونقلوها على المستشفى، والكل راح على المستشفى علشان يطمن عليها. ومصطفى اتصدم لما شاف فيدات هناك. وفي نفس اللحظه وصل طاهر ونفس علشان يطمنوا على غيت بعد الوقعه اللي وقعها. بس اول ما بتشوفهم تركان وجميل بيمسكوا طاهر ونفس وبيعملوا معاهم مشكله وبيحملوهم مسؤوليه انتحار مرجانه. واثناء الخناقه مصطفى بيطلعهم بره، بس نظر بتشوف مسدس مع واحد من رجال فدات وبتسرقه وبتطلع ورا طاهر ونفس، وبيشوفها فدات ومش هقدر اقول لكم وشه كان منور ازاي. ومراد كمان شافها وطلع وراها بسرعه وهي بتضرب على طاهر النار. مراد رفع ايديها بسرعه وجت الطلقه في الهواء وزعقوا لها طاهر ومراد لم الموضوع بسرعه علشان نظر ما تتاذاش. وبنروح لجميل وفدات بعد ما وصلهم البيت، وفدات بيستغل الموقف وبيقول لجميل وبيقول له المفروض تحط ايدك في ايدي ونقضي على اللي اذى عيلتي وعيلتك. وفي نفس اللحظه تركان بتقول لبناتها مش هو ده اللي بيقولوا عليه بيضرب مراته؟ الله اعلم هي عامله ايه عشان جوزها يضربها. وبتكون تركانه شايفه ان فدات مظلوم، ونظر بتكون داخله اوضتها تتفاجئ بمراد دخل الاوضه من غير ما حد يعرف، وبيكون جاي يتكلم معاها ان هي ما تعملش مشاكل مع طاهر. وبيكون هدف مراد ان هو مش عايز يخسر نظر ويكون في مشاكل ما بينهم بسبب طاهر ومرجانه. ومراد ونظر اصواتهم بتعلى وجميل بيخش عليهم وبيتفاجئ بمراد وبيتعصب وبيجري وراه وبيبقى عايز يقتله، بس مراد بيعرف يهرب بس جميل ما بيسيبهوش. ومراد اول ما بيوصل البيت بيكون جميل وراه ورافع على مراد المسدس، ومصطفى بيتدخل وجميل بيقول له خلي اخواتك يبعدوا عن بناتي، بس اسيه بترد عليه خلي بناتك انت اللي يبعدوا عننا، وبنتك نظر هي النهارده حاولت تقتل طاهر في المستشفى. فجميل بيرد عليها بيقول لها كذب الكلام ده، انتوا عايزين تخلصوا من بناتي، واحده تروح السجن والثانيه تروح المقابر. وبيكمل كلامه وبيبص لمصطفى وبيقول له اعرف ان من هنا ورايح مفيش بينا غير الدم. ونروح لطاهر ونفس، وطاهر اقنع نفس ان هي تفضل موجوده عند عمو عثمان وما تسافرش وهيعمل لها اقامه، وطلب من اسماء المحاميه ان هي تعمل محضر لفدات بعدم التعرض ليها ويبعد عنها بمسافه ما تقلش عن 200 متر. وكلم مصطفى وقال له ان هو يحمي نفس زيها زي اخته هو والظابط مدحت، وقال لهم ان وجود نفس في المنطقه هنا هنعرف نحميها كويس، وبكده طاهر يكون حمى نفس من اي اذى، بس المقابل ان هو هيبعد عنها، يعني مش هيقابلها ولا يتكلم معاها، وان حب يطمن عليها يطمن عليها من بعيد. وده كان شرطه لمصطفى علشان خاطر تفضل نفس موجوده في المنطقه وفي نفس الوقت يبعد عن المشاكل ما بينهم وما بين جميل. ونروح لايشن وفدات، وايشن داخله عليه وبتقول له معايا ليك خبرين، خبر حلو وخبر وحش. ورد عليها وقال لها ابدأي بالخبر الحلو وبعد كده اصدميني. وردت ايشن وقالت له اول خبر مصطفى معرفش ياخد اي كارد بسبب جميل قفل عليه كل البنوك وما خلاش اي بنك يرضى يديله اي كارد، وفرح فداد ان خطته هو وجميل ماشيه مظبوط. وكملت ايشن كلامها وقالت له ان دي ورقه ابعاد عن نفس ما تقلش عن 200 متر. وفداد بيتعصب بس بيفكر ان هو ازاي يخلي نفس تلغي انذار الابعاد. وفي مشهد تاني نفس راحت المستشفى عشان تفك الجبس من ايديها وبتشوف فداد ونظر، وفداد بيقدم لها ورد وبيعزمها على العشاء، وبيبان ان فداد في دماغه خطه. وفي نفس الوقت مراد اتضايق جدا بس هدوه نفس واخوه، ونفس ردت عليه وقالت له يظهر ان نظر هتكون ضحيته المره الجايه. وفي مشهد تاني فداد وهو بيتعشى مع نظر وبيقنع نظر ان هو مظلوم وان نفس خانته علشان كده هو بيعنفها، ولولا فيت ابنه كان زمانه طلقها وسابها من زمان، وبيحكي لها قد ايه ان هو مظلوم وان نفس ظلمه وست قاسيه. وبنروح لمشهد تاني وفداد بيبعت صورته هو ونظر وهما بيتعشوا، وفداد بيقول لنفس انا عارف ان انت قلبك طيب ولو ما رجعتيش ليا ووافقتي ان احنا نتجوز هعمل في نظر نفس اللي عملته فيكي. وبتخاف نفس على نظر. وفي مشهد تاني مصطفى بعد ما بيضيق بيه الحال بيروح لعلي الجواهرجي وبيحاول ياخد منه فلوس المناقصه، وبيكون علي الجواهرجي بيكون بيسلف فلوس للناس بالفايده، وفي نفس الوقت بيكون شريك جميل. وعلي بيتصل بجميل وبيقول له ان هو عايز الفلوس عشان يديها لمصطفى، بس جميل بيرفض. ولما بيتكلم مع فداد بيقول له اديله فلوس المناقصه وانا هعرف ابيعه كل حاجه عنده. وعلي بيدي لمصطفى الفلوس وبياخد منه الشيكات، ومصطفى وهو راجع بيطلع عليه رجاله وبيضربوه على دماغه وبياخدوا منه الفلوس. وفداد بيكلم جميل وهو مبسوط وبيقول له كده احنا خدنا منه الفلوس وكمان اصبح مديون لينا. ومصطفى بيوصل البيت وبيلاقي فداد في انتظاره، وفداد بيقول له اصبحت انت مديون ليا ومش هتعرف تدفع فلوس المناقصه
رصاصه ومش هتعرف تخرج رمل. وبيقول له ما تنساش تقول لاخوك يسجل التاريخ النهارده، تاريخ انهيار عيلتكم. وبنروح لنفس وطاهر، وغيد قرر ان هو يقول لطاهر على كل حاجه بعد ما شجعته اسيه. وغيد قال لطاهر ان يوم ما بابا خدني كان عمو مصطفى هو اللي سلمني ليه، وزعل كل اللي موجودين على الاخص طاهر. وفي مشهد تاني ونفس في المسجد بتصلي، بتسمع صوت واحده بتعيط وبتشوفها وبتلاقيها مضروبه. فاتح وبتقول له ان في حد جوه المسجد، وبيشيلها فاتح وبيروح بيها البيت عمو عثمان. وسالتها نفس ايه اللي عمل فيكي كده؟ قالت لها اللي عمل فيا كده جوزي، وجيت هنا عشان سمعت ان في شيخ حامي بنت جوزها ضاربها، فقلت ممكن يحميني زي ما حماها. وردت عليها نفس وهي بتعيط قالت لها انت في بيت الشيخ ده وانا البنت اللي الشيخ حماها. والبنت دي بتكون رافضه تقول اسمها او اي حاجه تخصها غير ان جوزها ضربها. واثناء ما كانوا بيحضروا الفطار بتشوف تليفون وبتبقى عايزه تتكلم فيه، وبيظهر ان هي وراها حاجه. بس غيد بيجي وبياخد منها التليفون عشان عايز يتصور. وغيد بيتصور هو وفاتح ومراد وهو بيتفرج على الصور شاف الفيديو اللي بعته فيداد وهو بيتعشى مع نظر. ومراد بيروح قصاد بيت نظر وبياخدها بالعافيه بعد ما نفس حكت له، وبيوديها عند اسماء المحاميه. ونفس بتكون اشتغلت عندها سكرتيره علشان استقرارها واعتمادها على نفسها. وبعد ما مراد جاب نظر لحد نفس قالت لها ان هو بعت لي الفيديو عشان يهددني بيكي، وقال لي ان انا لو ما رجعتلهوش واتجوزته هيعمل فيكي نفس اللي هو عمله فيا. بس نظر ما صدقتهاش وقالت لها انت ممكن تكوني مجنونه وعندك انفصال في الشخصيه، وحتى لو كان ضربك ممكن تكوني انت اللي اضطريتيه خليه يضربك. ومراد بيتدخل في الكلام وبيتعصب عليها وبيقول لها طب ما هو بعت لها الفيديو اهو قدامك، ما تفهمي بقى. بس نظر بتكون شخصيتها عنيده وما بتستسلمش بسهوله، وبتاخد نسخه من الفيديو وبتقول انا هواجه فيداد بنفسي. ونظر بتروح لفيداد في مكانه وبتقول له عن اللي حصل، وفيداد انكر ان هو اللي ودى الفيديو، وفي نفس الوقت انكر كل الكلام اللي قالته نفس عليه. وكمل كلامه وقال نفس عندها انفصال في الشخصيه ومجنونه، وغير كده ايشن هي اللي بعتت الفيديو لنفس علشان تقول لها ان اخويا عايش حياته من غيرك وانتي مش فارقه معانا. وايشن بتاكد على كلام فيداد، وبيكون فيداد عرف يقنع نظر بكلامه. وبيتواجه مصطفى مع طاهر، وطاهر بينفعل عليه وبيقول له بعت الولد بكام. بس بيزعل مصطفى وبيقول له انا ما بعتهوش بفلوس، انا بعته ضمانا لحياتك واخد الاعتراف من فيداد. وطاهر بيقول له طب ما تسلم الاعتراف لعم مدحت ونخلص. ورد عليه مصطفى وقال له انا لو عملت كده هيجيب واحد يشيل عنه القضيه ويطلع يقتل طاهر عادي. وطاهر ما بيعرفش يرد عليه وبيمشي. وفي مشهد تاني طاهر بيكون بيحرس نفس هو واخواته زي كل يوم من فيداد، وبيشوف اوضه نفس النور بتاعها نور، وتفتح له البت اللي احنا لسه ما نعرفش اسمها ايه، وقال لها نفس بتحلم بكابوس مش كده؟ وردت عليه قالت له ايوه. وبيظهر ان نفس كل يوم بتحلم بكابوس وحش، وبتكون في الحلم ان هي حامل وفيداد بيعذب فيها. ومن الاحداث هنعرف ايه سبب الحلم ده. وفي مشهد تاني بتقوم نفس من النوم وبتلاقي طاهر نايم جنبها، فبتساله ايه اللي جابك هنا؟ قال لها انت حلمتي بكابوس. وغيد فاق من النوم واضطريت اقعد جنبه لحد ما ينام، فنمت انا من غير ما احس. وبيقول لها انا النهارده هروح اودي مرجانه لدكتور نفسي علشان محاوله الانتحار. وبيكمل كلامه وبيقول لها ايه رايك لما انت كمان تيجي معانا عشان انت بتحلمي بكوابيس وشكلها بتاذيكي جامد. بس نفس بترد عليه بلاش انا علشان خاطر مرجانه ممكن تتضايق من وجودي. وطاهر ما بيرضاش يضغط عليها بس قال لها وعد هنروح مره تانية انا وانت. وفي مشهد تاني طاهر بيروح لمرجانه علشان خاطر ياخدها يوديها للدكتور، بس مرجانه بتقول له مش هينفع، امي قالت لي النهارده لو طاهر اخدك ممكن ابوك يعصب جامد عليكي وممكن كمان يضربك. وبتطمنه مرجانه وبتقول له انا كمان هروح مع نظر اختي، هي كمان حجزت لي مع الدكتور. وبيطمن طاهر قال لها المهم ان انت تروحي. وجاي يمشي بتوقفه مرجانه وبتقول له انا سمعت بابا وهو بيتكلم مع ماما وبيقول لها انا اتفقت مع فيداد ان احنا هندمر عيله كليلي وهنفلسوهم، وامي قالت انت دمر طاهر وعيلته وانا هدمر نفس. وبيتعصب طاهر من كلامها بس بيشكرها وبيقول لها كويس ان انت قلتي لي وانا هعرف اتصرف. ونفس بتفتح الباب وبتشوف ثانيه قصادها، وثانيه مسكتها وقعدت تشتم فيها وقالت لها ابعدي عنا وعن عيالي، من ساعه ما انت جيتي وانت خربتي الدنيا وفرقتي عيالي عن بعض وسمعتك وحشه وجوزك مش هيسيبنا ولا هيسيب عيالي في حالهم. وبتكمل كلامها وهي جراها من شعرها وبتنزلها على السلم وبتقول لها اطلعي من هنا وما تجيش هنا تاني. بس بيتدخل مراد وفاتح وبيركبوا ثانيه العربيه بالعافيه وبيمشوها. وبيظهر ان اللي بوظ سمعه نفس هي تركان، وخلت كل اهل المنطقه يتكلموا عليها ويقولوا دي ست متجوزه وهربت من جوز عشان تقعد في بيت راجل غريب، وجوزها بيضربها علشان خاطر بتهرب كل شويه مع راجل غريب. وبتنهار نفس في حضن عمو عثمان وبيجي لها طاهر وبيطيب خاطرها سف لها وبيقول لها تعالي نهرب من هنا. وبترد عليه نفس وبتقول له دي بلدك ومنطقتك ازاي هتمشي من هنا؟ بيرد عليها هي بلدي بس غريبه عليكي والناس اللي هنا ما بيرحموش ومطلعين عليكي كلام، انا بس هخلص اهلي من المشاكل اللي عندهم وهنمشي من هنا على طول. وبيظهر ان طاهر عرف ان جميل شغال في بيع السلاح وعنده ثروه كبيره من بيع السلاح، وطاهر عرف يثبت شحنه كانت بتتهرب ومسك راجل من عنده وثبته وقال له فين المخازن بتاعه جميل. وبكده بيكون خلص الجزء الثالث، وان شاء الله هنعرف طاهر هيعمل ايه بالاسلحه وناوي على ايه.